شوفوا رب العباد لما يحب يكافئ عبده. شاب 29 سنه من سكان القاهرة، خريج كلية ألسن ألمانة، بيحكى قصته. يقول: في يوم 12 من يناير لسنة 2009 كنت رايح الجامعة، أنا وأصحابي، كان ورانا امتحان، وإحنا ماشيين لقينا راجل كبير واقع في الأرض. جرينا عليه نشوفه ماله، لقيناه تعبان جدا ومش قادر ياخد نفسه. اتصلنا بالأسعاف لكن للأسف ما حدش جه. اتأخرنا جدا على الامتحان، ولقيت صحابة واحد ورا التانة بيمشي عشان يلحقوا اللجنة، وفضلت أنا الواحدة مع الراجل مش عارف أعمل إيه. حتى ما كنش في حد في الشارع عاوز يساعده. بصراحة ما هنش عليا أسيبه وأمشى. استعوضت ربنا في الامتحان، ووقفت تاكسة بسرعة ونقلته لأقرب مستشفى. اتحجز في العناية المركزه، وفضلت قاعد في المستشفى لغاية الساعة 4:35 دقيقة بعد الظهر، لدرجة من كتر التعب نمت على الكنبة. جه الدكتور صحانا وقال الراجل ده كان هيجيله شلل رباعة بسبب جلطه كانت نازله على المخ، وكويس إنك لحقته وجبته المستشفى واخد العلاج اللازم. بصراحة فرحت جدا إن الراجل هيبقى كويس، مع إن ما عرفهوش ولا يعرفنا، بس حسيت بارتياح نفسه كده. المهم بقيت أزور الراجل ده يوميا لغاية ما خف وبقى كويس، وسبت له رقمه لو احتاج أحاجه يكلمنا. للأسف طبعا شلت مادة الامتحان اللي حصل فيه موقف الراجل ده، وحزنت جدا، خصوصا إن آخر السنة نزلت منحه مجانا فالكليه إن أكمل دراسه في ألمانيا، بشرط أن أكون طالع صافة كل السنين بتقدير جيد. وفضلت المادة ده الوحيد اللي شلتها نقطة سودو فمستقبلة، وكأن الزمن بيعاقبني على فعل الخير. عدت الأيام وامتحنت المادة واتخرجت من الكليه وأنا بائس، ماليش نفس أعمل حاجة. عيني على زمايلة اللي سافروا ألمانيا يكملوا دراستهم ويرجعوا بشهادة يشتغلوا بيها، أحسن شغل في مصر. عدت الأيام لغاية ما جه يوم 22 من مايو، لحظة تغير جذرة في حياته. حصلت حاجة ما كنتش قادر أتخيل إنها ممكن تحصل أصلا. اليوم ده قدمت على شغل في شركة كبيرة جدا في مصر، لكن للأسف ما توفقتش بالرغم إن كنت مجهز نفسي كويس جدا. لكن أخدها واحد بالوسط اليوم ده خرجت من الشركة والدنيا سوده قدام عيني من كتر الحزن. عيني الشمال كانت وجعانة وضغطة عالة جدا. كنت ماشية في الشارع وأنا عينيا بتدمع لا إراديا. ما كنتش شايف حد قدامه، مش شايف غير كل الفرص اللي ضاعت منها بسبب سوء الحظ. وصلت البيت وأنا ساكت تماما، كل اللي يسألنا بشاور له إن عاوز أنام. دخلت أوضة واترميت على السرير من شدة الحزن، عاوزة أصرخ ما لقيتش غير النت أخرج فيه مشاعر. طلعت الموبيل وكتبت على الفيس: لماذا يا رب تركتنا؟ أنا فاكر وقت البوست كويس، كانت الساعة 7:23 بالليل. ساعتها كنت بموت بالمعنى الحرفة. كتبت البوست ده ونمت. صحيت الساعة 2:10 بالليل بسبب كوابيس كتير جاتنا. لقيت رسالة من حد مش عنده في الأصدقاء، وحاطط صوره منظر طبيعي بروفيل له، بيقول: لا مساء الخير يا ابني، انت كويس؟ طمنا عليك. استغربت انه عارفنا. كتبت له وقلت: الحمد لله بخير، مين حضرتك؟ معقول مش عارفنا؟ أنا الراجل اللي أنت أنقذته من الموت.